السلامة أولا. عارف يعني إيه الوقاية مش تكلفة زيادة؟ دي استثمار في الأرواح والمستقبل. يعني ببساطة لما تشتري طفاية حريق ب500 جنيه وتحطها في المكان الصح، ده ما يعتبرش مصروف، ده ممكن ينقذ حياة. لما تدرب العمال على لبس مهمات الوقاية الشخصية الPPE قبل ما ينزلوا الموقع، ده مش رفاهية، ده أمان ليهم ولشركتك. أنا شفت بعيني في مواقع كتير ناس استرخصت في مهمات السلامة والنتيجة كانت خسارة في الأرواح وإصابات خطيرة وتعطل الشغل لشهور. وفي المقابل شركات تانية استثمرت في التدريب والوقاية وكان عندها سجل صفر حوادث على مدار سنين. سؤال ليك، لو انت صاحب شغل او مسؤول سلامة، تفتكر ايه هو اكتر اجراء وقائي لازم يكون موجود في اي موقع عمل؟ اكتب في الكومنتات وخلينا نتعلم من بعض.